للمتابعة معنا من استديوهاتنا في برلين الصحفي عبد الرحمن عمار المختص في الشأن الألماني والأوروبي. أهلا بك عبد الرحمن. إذن قلق وغضب متزايد بشأن تدخل ماسك في الشؤون السياسية للدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا. كيف نقرأ هذا التدخل وما أهدافه؟ إيلون ماسك ريم ليس رجل أعمال ومالك موقع إكس الشهير فحسب، لديه الآن أيضا منصب سياسي، يعني تصريحاته إن لم تكن مباركة من دونالد ترامب فعلى الأقل لا تزعجه لأن هناك تشاركا في الكثير من المواقف. ترامب المعروف في ولايته الأولى بأنه يدعم الأحزاب اليمينية الشعبوية التي يتقاسم معها أفكارا مثلا فيما يخص مراقبة الحدود، الحد من الهجرة النظامية وحتى غير النظامية، وأيضا مباركته للبريكس، وقال أنه شيء رائع ومع ربما تفكك أوروبا. لذلك فإن تصريحات إيلون ماسك تذهب في هذا الاتجاه، دعم الأحزاب الشعبوية المتطرفة لأنها تخدم السياسة الاقتصادية الأمريكية. في نهاية المطاف يريد أوروبا ضعيفة ومفككة تخدم مصالحه، لكن إيلون ماسك يجهل أو ربما يتجاهل بأن في حالة مثلا البديل من أجل ألمانيا يختلف مع ماسك وترامب في كثير من الملفات، كملف السيارات الكهربائية، ملف الصين، ملف المناخ، لكن يبدو أن الهدف هو في نهاية المطاف اضطراب في الداخل السياسي الأوروبي لتكون أوروبا ضعيفة أمام إدارة أمريكية قوية. نعم، في ظل هذه المعطيات المستشار الألماني أولاف شولتز دعا لضرورة التسلح بالهدوء في وجه تصريحات ماسك. هل الهدوء هو أقصى ما يمكن أن تدافع به الأحزاب الديمقراطية عن نفسها؟ هل تشعر بالعجز أمام القوى السياسية والمالية والإعلامية لصاحب منصة إكس؟ هناك من طالب هنا في ألمانيا باستدعاء السفير الأمريكي للاحتجاج لديه، لأن هذا تدخل كبير في الشأن الداخلي الألماني في فترة حساسة. البلاد مقبلة على انتخابات مبكرة، بل أكثر من ذلك دعم صريح لحزب البديل من أجل ألمانيا المصنف متطرفا في الكثير من الولايات. لكن القراءة الأخرى هي تقول بأن أولاف شولتز أولا ولايته انتهت فعليا والبلاد تستعد للدخول في انتخابات جديدة، لكن ليس هذا هو العامل الحاسم. العامل الحاسم في رأي الكثيرين لا يريد تصعيدا مع ماسك، لأنه في عمقه سيكون تصعيدا مع دونالد ترامب، ودونالد ترامب لديه الكثير من الأسلحة تجاه الألمان يعني الرسوم الجمركية، علما أن الميزان الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا يميل لصالح الألمان، وهذا ربما أخذه شولتز بعين الاعتبار. نعم، لكن في 20 من الشهر الجاري سيعود ترامب للبيت الأبيض وسيكون لماسك دور كبير في حكومته. هل ننتظر تدخلا أكبر في سياسات الدول الأوروبية؟ وما هي الخيارات المتاحة لأوروبا؟ هو منتظر ريم، نعم منتظر. هذا ما قاله أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب له صباح اليوم. لن يقتصر ذلك على تغريدات على منصة إكس أو أيضا دعم هذا الطرف أو ذاك، بل ستكون هناك ربما محاولة للتأثير في الداخل الأوروبي، السياسة الأوروبية. وترامب سبق أن هدد: اشتروا نفطنا وغازنا وإلا ستتلقون عقوبات كثيرة. والدعم سيكون يعني متوقعا للأحزاب اليمينية المتطرفة، كل دول الاتحاد الأوروبي. وكما قال ماكرون اليوم والكثير من الساسة، يجب على الأوروبيين أن يشكلوا جبهة قوية في مواجهة ترامب وإلا سيكونوا أكبر الخاسرين. نعم، وضحت الصورة. الصحفي عبد الرحمن عمار المختص